وكذلك أيضا من فضائل علم السيرة النبوية أولا أنه داخل في فضل العلم الشرعي بصفة عامة، فهو علم من العلوم الإسلامية. وثانيا أنه يدخل في تدبر القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن الكريم يتضمن تدبر آيات الغزوات وآيات أحداث السيرة. فسورة آل عمران بها نحو أكثر من 80 آية تتعلق بغزوة أحد والدروس والعبر المستفادة من الغزوة. وسورة الأنفال معظمها يتعلق بأحداث غزوة بدر وما استفاد من أحداث الغزوة. سورة التوبة تتعلق بغزوة تبوك وما صاحبها من مواقف المنافقين في هذه الغزوة وتخلفهم وقعودهم وكيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وغزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق تناولت كثيرا من هذا وغير ذلك من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دراسة السيرة النبوية تدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى ومرور على هذه الآيات الكريمة وفهم المراد منها، وهذا مما ندب القرآن إليه. ثالثا أن علم السيرة يدخل في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها، لأن هناك قسما مشتركا بين السنة والسيرة، فدراسة السيرة تعتبر دراسة لقسم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو يفقه منه. أولا نأخذ نبذة في حول اسم هذا العلم، وأيضا أول من كتبه واستمداد هذا العلم وحكم الشرع فيه ومسائل هذا العلم. أول من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل سهل بن أبي حمزة الأنصاري، وقد كتب جزءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه حفيده وتلميذه. حفيده هو الواقدي وهو واحد من كبار علماء السيرة، وكذلك سعيد بن عبادة الخزرجي وسعيد بن المسيب والشعبي وعروة بن الزبير وأبان بن عثمان أيضا ومحمد بن شهاب الزهري، كل هؤلاء من علماء التابعين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت كتاباتهم غير كاملة لأنها لم تكن مشتملة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بداياتها إلى نهايتها، وإنما كانت أجزاء متفرقة. ثم بعد ذلك الكتب الكاملة، وهي من أوائلها كتب المغازي للواقدي وسيرة محمد بن إسحاق رضي الله عنه، وكان من علماء المدينة النبوية وهو من أتباع التابعين من معاصر الإمام مالك رحمه الله. وكل من كتب في السيرة بعده فيكون ما كتبه عيال على محمد بن إسحاق، وأيضا عالة على كتب محمد بن إسحاق أيضا، فكتاب محمد بن إسحاق في السيرة أكبر كتب السيرة، كل ما كتب في السيرة بعده كان تلخيصا لهذا الكتاب. وكذلك الطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيرها، فهذه بدايات كتب السيرة، لكن أجمعها وأشملها هو كتاب ابن إسحاق. وبعد ذلك تتابعت كتب السيرة وأكثرها العلماء، ولكن إما تلخيص لكتاب محمد بن إسحاق أو تلخيص لكتاب من الكتب التي اعتمدت عليه. نعم. ما اسم هذا العلم؟ علم السيرة النبوية يقال له أيضا المغازي، فبعض العلماء يكتب في السيرة تحت اسم المغازي مثل كتاب المغازي للواقدي، وهذا من باب تسمية الكل بالجزء، لأن المغازي النبوية هي القسم الأعظم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يطلق على السيرة كلها علم المغازي. وبعضهم يجمع الأمرين فيقول السير والمغازي، وبعضها يسمي السيرة النبوية، وبعضها تسمى المغازي فقط. استمداد هذا العلم، مستمد هذا العلم يكون هو طبعا من كتاب الله عز وجل، فأحداث السيرة كثير منها ذكر في القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين ومن مرويات السلف وعلماء السير. حكم الشارع في تعلم السيرة النبوية، فتعلم السيرة النبوية فرض كفاية، أي يجب على المسلمين أن يكون فيهم طائفة يعلمون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولو خلى المسلمون ممن يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأثموا جميعا بهذا، فهو من فروض الكفايات التي لا بد أن تقوم بها طائفة، إذا قامت بها طائفة سقط الإثم عن الباقين. مسائل هذا العلم، بعض العلماء يقسم مسائل السيرة إلى 3 أقسام رئيسية: المبتدأ والمبعث والمغازي. أولا المبتدأ، وهو ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشمل الحديث عن نشأة العالم وحاله من أيام آدم عليه السلام والأنبياء السابقين، ثم حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المبعث، وهو ما يتعلق بنشأة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وما يتبع ذلك من المرحلة المكية. ثالثا المغازي،
وهو ما يتعلق بالمرحلة المدنية أحداث ما بعد الهجرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا لا نطيل عليكم أيها المشاهدين والمشاهدات، نبقى وإياكم مع ألفية العراقي في مقدمته رحمه الله، حيث يقول راشي: من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه وأرجو الله في نفح ما سئلته شفاها، من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكرت ما قد صح منه واستطر. نعم.